الفنان يحيى شاهين. اسمه بالكامل يحيى حسن شاهين. ولد الفنان يحيى شاهين في 28 يوليو عام 1917 بميت عقبة، محافظة الجيزة. بدت عليه موهبة التمثيل في مدرسة عابدين الابتدائية، ثم التحق بمدرسة العباسية الصناعية، حيث نال دبلوم الفنون التطبيقية هناك في قسم النسيج عام 1933. بعد ذلك استكمل تعليمه وحصل على بكالوريوس في هندسة النسيج. تم تعيين يحيى شاهين في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، وعمل فيها لمدة طويلة، إلا أن حبه للفن والتمثيل جعله يبحث عن شغفه ويترك وظيفته، ولم يكن يعلم أنه سوف يصبح واحدا من أهم نجوم السينما. سمع عن حاجة الفنانة فاطمة رشدي إلى وجه جديد لتتمكن من ضمه لفرقتها التي قامت بتكوينها حديثا. تقدم يحيى إلى الاختبارات، وأعجبت السيدة فاطمة رشدي بموهبته إعجابا شديدا، ومن ثم انضم إلى فرقتها المسرحية وقدم عدة أعمال ناجحة، ومن أشهر مسرحياته مسرحية روميو وجولييت ومجنون ليلى، وكانت آخر أعماله المسرحية مسرحية مرتفعات وزري. ثم بدأ مشواره السينمائي بدور واحد في فيلم بنت الشيخ، ثم فيلم لو كنت غني. وعندما بلغ 20 من عمره اختارته السيدة أم كلثوم ليشاركها بطولة فيلم سلامة بعد اعتذار الفنان حسين صدقي عن الدور، فتعاقد معه المنتج توجو مزراحي على أجر 150 جنيه، إلا أن الأجر لم يعجب الفنان أم كلثوم وطلبت زيادة أجره إلى 600 جنيه. فكانت بداية وجوده في مصاف كبار النجوم. بعدها شارك في بطولة ما يزيد عن 100 فيلم، أشهرها سلو قلبي، هذا الرجل أحبه، رجل بلا قلب، الملاك الصغير، فجر الإسلام، الناس اللي جوه، بلال مؤذن الرسول، شيء من العذاب، جعلوني مجرما، الغريب، بين القصرين، وقصر الشوق، والسكرية، وغيرها من الأفلام. وفي لقاء تلفزيوني قال الفنان يحيى شاهين أنه تعرض لموقف محرج عندما كان ذاهب مع أصدقائه لقضاء بعض أيام الصيف في الإسكندرية، وكان وقتها حقق شهرة وأصبح معروفا للجمهور. أثناء كتابة الأوتوغرافات للجماهير والمعجبين فوجئ بيد أحد رجال الشرطة تمسك به وتصحبه إلى قسم الشرطة. انزعج الفنان يحيى شاهين وقتها نظرا لتعرضه لموقف محرج أمام جمهوره، وبدأ يسأل عن السبب، لكن رجل الشرطة أجاب عليه قائلا: لما تروح القسم هتعرف. وحذره من محاولة الهرب، إذ حاول المعجبون والمعجبات مساعدته على الإفلات من الشرطة. ثم قال الفنان: وأنا في الطريق لقسم الشرطة استرجعت كل ما حدث منذ وصولي الإسكندرية وحتى إلقاء القبض علي، لعلي أعرف الجريمة التي أمسكني الشرطي بسببها. وعندما وصل الفنان يحيى شاهين إلى قسم الشرطة عرف أن جريمته هي ارتداء المايوه على الشاطئ دون حزام، وكانت عقوبتها غرامة قدرها 25 قرشا اقترضها الفنان من أحد المعجبين، لأنه لم يكن معه مال، لأنه ترك كل تعليقاته على الشاطئ. تزوج الفنان يحيى شاهين مرتين في حياته. الزوجة الأولى وهي سيدة مجرية مطلقة وكان لديها طفلان، تزوجها عام 1959، أنجب منها ابنتين، وبعد 6 سنوات قرر الانفصال لاختلاف طباعهم، إلا أنه فوجئ بأن طريقته خطفت ابنتيه دون علمه وسافرت بهم إلى المجر. أصيب الفنان يحيى شاهين بصدمة وإحباط شديد، وعاش في عزلة كبيرة لمدة عامين، ثم طلب من أقاربه أن يجد له عروسا أخرى تناسب وتتفهم طبيعة عمله كفنان. وبالفعل وقع الاختيار على السيدة مشيرة عبد المنعم. تزوجها الفنان يحيى شاهين بعد فترة خطوبة قصيرة، ثم عقد القران بشكل عائلي محدود، وأهدى العروسة خاتم سوليتير كشبكة للزواج، وأنجب منها ابنته داليا. وقد ذكرت ابنته داليا في حوار قديم لها بعض الذكريات عن والدها قائلة: عندما رحل والدي كان عمري 13 سنة، لذلك أتذكر أيامنا الحلوة، وكان دائما يأخذني معه في المقابلات التلفزيونية وأيضا خلال التصوير أفلامه بشكل دائم، وكأنه كان يعلم أن الوقت الذي يجمعنا معا وقت قصير، وكان حريصا على أن يحفظنا القرآن الكريم. والحقيقة أنني كنت معجبة جدا بوالدي وإخلاصه في عمله، وفي الوقت نفسه الدور الذي لا يعجبه كان لا يجسده، فلم تكن المادة تهمه مطلقا، وكان يحرص على أن تكون حالة المنزل هادئة. وكانت أكثر أوقات عمله بعد نومي أنا ووالدتي،
حتى يصل إلى الهدوء الذي يرغبه. في الوقت نفسه كانت والدتي حريصة على أن توفر له جوا مناسبا للعمل، وتتجنب المطالب الكثيرة أو العزومات والولائم للأقارب والأصدقاء خلال فترة عمل والدي. حصل الفنان يحيى شاهين على عدة جوائز وتكريمات، منها جوائز دعم السينما، الجائزة الأولى عن دوره في فيلم ارحم دموعي، والثانية عن فيلم جعلوني مجرما، وشهادة تقدير عن فيلم نساء في حياتي من مؤتمر فينيسيا الدولي، والجائزة التقديرية الذهبية من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية. وفاز بوسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى كمهندس تطبيق، وحصل على شهادة تقدير من مهرجان القاهرة الدولي عام 1987. كما حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وكما حصل على درع السويس ودرع أسوان، وشهادة تقدير وتفوق للرواد السينمائيين من جريدة الأهرام المسائي. كما حصل أيضا على جائزة مهرجان القاهرة السينمائي وجائزة غرف السينما 1989. وفي يوم الجمعة 18 مارس عام 1994 رحل الفنان يحيى شاهين عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراعه مع مرض القلب، ودفن بمقابر 6 أكتوبر. رحم الله الفنان المحترم يحيى شاهين.